سعودي تحرم نفسها عليه إن لم يحضر رأس الرئيس اليمني المخلوع. لا شوفوا الظاهر ان الحرمة هذه يعني ما تبغى زوجها. فرضنا اللي جابت راسه هي مريم المنصوري، يعني خلاص زوجك روح يا أخت. الحوثيون يتوعدون بإبادة أمريكا وإسرائيل من على وجه الأرض، وفي آخر التخزينة يبحثون عن كهرباء ليشحنوا الجوال. الله أكبر عليكم أنتم. لا مش معاكم حق البترول يوصلكم مع حرب، وعادكم تشتوا وتسيروا لوسط أمريكا. وبعدين يا عودي أنا مستغرب، يعني أنتم تفكروا بعقولكم ولا بحاجة ثانية؟ ورطوا الشعب ذا الحين، ورطوا خارجونا، جالسين تمكنونا ما نبالي ما نب، وبعدين يعني معاكم 5 أقواس و4 دبابات مذحلة بالشوط تحاربوا العالم. يا حوثي يا جتثي، ورطوا الشعب معاكم ودمرتونا معاكم، وأمريكا جالسين بيتفرجوا التلفزيون مخزنين أمريكا ما يخزنين. دول التحالف توقف عملية عاصفة الحزم وتبدأ بعملية إعادة الأمل. أعزائي الحوثيين، يعني حبيت أوضح لكم نقطة مهمة وصريحة. العسيري هذا أوقف عاصفة الحزم وبدأ بعاصفة الجن. يعني إعادة الأمل هذه بالضبط مش لكم، يعني تعيشوا وتأكلوا غيرها. الزعيم علي عبد الله الصالح يقول: لست من النوع الذي يرحل ليبحث عن مسكن في جدة أو يبحث عن مسكن في باريس. شوف يا زعيم، يعني أصلا أنت ممنوع من السفر، ما في داعي أنك تسوي لك حركات وتسوي لك زعمة والخط فاضي. على وين؟ لا نبحث عن مسكن في جدة واحد، ولا نبحث على مسكن في باريس ولا في أوروبا، ولكن أنا سأبحث عن مسكن في مسقط رأسي. مسقط رأسك ولا مسقط عمان؟ عموما يا زلمة لا تكبر، أنا داري إنك جالس تدور رقم مهرب يوصلك لحبش ولا لمسقط. مسقط رأسك والله مجزع بعد. شوف يا زلمة، أنت بالذات أعطاك الله فرصتين ذهبيتين، يعني لعل وعسى تتوب، لكنك للأسف ضيعتها من يدك. الفرصة الأولى أنقذك الله من موت محقق من صاروخ في جامع النهدي، يعني عشان تتوب وتستغفر وتخوتم باقي عمرك، لكنك مصر أنك ما تموت إلا بصاروخ من طائرة مريم المنصوري. واحد. الفرصة الثانية الفرصة الثانية الشعب أجبر على أنه يعطيك حصانة وسمح لك أنك تأخذ الثروات التي نهبتها مقابل أنك تخليه في حاله، لكنك باسم جماعة الحوثي أصريت على أنك تنتقم من هذا الشعب الذي أسقطك في 2011. يعني وعشان ما تقول نحن بننتهي عليك، حبيت أذكرك أنك قبل حوالي شهر تقريبا كنت ترقص وتفرح وتغني والشعب اليمني جالس يموت ويتجرع مرارة العيش. الزعيم اليوم حاضر، لو هيكنا ما يغادر، لا تخوفنا الطوايل ما نفرط في الزعيم. قل لي امريكاوي هادي، خبروا كل الاعادي، كل ذره في بلادي ما تفرط في الزعيم، ما تفرط في الزعيم. طبعا هذه كانت آخر زفة المخنجة. زفيت نفسك بنفسك، زفت ورج. الزفة هذه طبعا كانت قبل العاصفة بحوالي أسبوع تقريبا، يعني أيام ما كان الزعيم يشوف نفسه أسد، يعني ولأن عدالة السماء لا يفلت منها الطغاة. شوفوا كيف كان حالك قبل العاصفة وكيف أصبح بعدها. أنا أنصح أولئك المهرولين الذين يهرولون اليوم إلى عدن، الذين يهرولوا إلى عدن مثل ما هرولوا في عام 94. هرولوا في 94 إلى عدن يركضوا بعد الانفصاليين، ولكن الانفصاليين هربوا كما حددت لهم من 3 منافذ: منفذ الشرورة،
منفذ المهرة، منفذ جيبوتي، البحر الأحمر. هذا ما بش معاهم أين ينفذوا. أما هذه المرة أو هذه الكرة لن يحصلوا هذه المنافذ. منفذ واحد هو البحر الأحمر في اتجاه جيبوتي. نحن سنعمل على تأمين البحر الأحمر لأن ينجوا بجلودهم. نحن لا نشمت لكن سنشمت. نحن لا نشمت لكن سنشمت. هذا أيام الزرع، يعني أيام النخيط بيشمت. طيب وبعد العاصفة؟ أتوجه بهذا الخطاب إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة الدول العربية المحترمون، إنني أتحدث معكم وقلبي يقطر دما. الإخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة الدول العربية، أتحدث معكم بمرارة، وأتمنى لانعقاد مؤتمركم التوفيق والسداد والنجاح، وأن تعمل هذه القمة على وقف الضربات العسكرية. وأنا أعدكم وأنا في المؤتمر الشعبي العام، لا أنا ولا أقربائي نترشح لهذه الرئاسة. أصوات نشاز غير مقبولة. فاتكم القطار، فاتكم القطار، فاتكم القطار. يا معنا الحين دك هارج كلها ركض. أنا مستغرب على إيش كنت ترقص وليش الفرحة؟ يعني عشان الحوثيين دخلوا صنعاء وفجروا المنازل والمساجد؟ يعني جالس ترقص والشعب جالس يموت؟ ترقص ليه؟ ترقص الشعب اليمني كل يوم يعاني ويلات الحروب والاقتتال، على ايش بترقص وليش الرقص؟ ترقص على هموم واوجاع هذا الشعب الغلبان المنتف الذي ما هو لاقي حتى ما ياكل. عموما هذه نهاية الكبر، وهذا الدرس لكل ضاغية باع شعبه ووطنه وبنى جيش اللي يحمي نفسه فقط. فهمت يا زعيم؟